كباب الدجاج بالبرغل أكلة فعلا بتشهي، أكلة سورية بعتقد إنها من المطبخ الحلبي وما صعبة أبدا. عندي هون صدر دجاجة واحد بيطلع كيلو إلا ربع 750 غرام. غسلته وصفيته من المي بقطعه قطع متوسطة مشان نقدر نطحنه. هون بدنا ماكينة الكبة أو محضرة الطعام، رح أطحنهم على الثقوب الوسط، يعني مو ناعم كتير ولا خشن. بنحاول نطحن اللحمة بالأول وآخر شي الخضرة، منشان هيك بننظف الماكينة بهاي الطريقة. هون رح افرم بصلة حجمها كبير. إذا بدنا نضيف لية الخروف قطعة واحدة بنفرمها بعد اللحمة، بس أنا رح أضيف نص سوقية 100 غرام من لية الخروف الضرورية بهاي الوصفة، بس مطحونة وجاهزة بالبراد. إذا هلأ ضفت بصلة وهلأ رح أفرم قرن فليفلي حلو أحمر بيعطي لون حلو هيك للخلطة. وكمان فينا نضيف قطع خضرة كمان، بس رح أضيف أنا قرنين، واحد صغير حلو والتاني حد شوي. إذا هون رح نفرم الخضرة ونضيفها مع المي تبعها فوق الخلطة، لأن بدنا البرغل ينتقع بمية الخضرة. كل كيلو من صدر الدجاج بنضيف له كوبا من البرغل الناعم، سواء كان أحمر عمقي أو أبيض. بما أنه 750 غرام أنا هدول صدر الدجاج، رح أضيف كوب إلا ربع من البرغل الناعم. إذا هدول 100 غرام نص سوقية من لية الخروف المفرومة ناعم. هلأ كوب إلا ربع من البرغل الناعم رح أغسلهم شوي صغيرة تحت الحنفية، وبعدين بكبسهم حتى أتخلص من المي اللي علقت عليهم، وبعدين بضيفهم فوق الخضرة. بدنا البرغل إذن يسحب أو ينتقع بالمي تبع الخضرة. هلأ بنضيف ملعقتين صغار ملح، فلفل أسود، بابريكا حلوة، 7 بهارات أو بهارات الدجاج، وندعكهم باليد كتير منيح، خاصة من شان الدهنة تتوزع بالخلطة. نحن أثناء الدعك ولما بدنا نمد الخلطة بالصينية بهالوقت بيكون البرغل انتقع بالمي تبع الخضرة. ما في داعي نترك الخلطة على جنب نص ساعة أو ساعة، ما في داعي أبدا. هاي الوصفة بالأصل بضيفوا لها نص كوب من الجوز، بندق شوي بمدقة الثوم، وهي هيك أصولها، بس اليوم رح أعملها من دون جوز. ضفت لها هلأ نص ملعقة من دبس الفليفلة للي بيحب الحاد، وهي اختيارية. إذا أنا عاملة الوصفة هاي نفسها بالجوز ونزلتها على اليوتيوب قبل. اثنيناتهم طيبين على فكرة. هلأ هاي الصينية قطرة 32 كبيرة، مانا صغيرة، بدهنها ملعقة صغيرة من السمنة وبوزع الخلطة بالصينية. شغلت الفرن على درجة حرارة 200. فينا نشغله سوا من الأعلى ومن الأسفل، أو إنه منشغله من الأسفل أول يعني 45 دقيقة، آخر شي آخر 5 دقايق منشغله من الأعلى. ورح نحط الصينية قريبة على الأسفل، يعني مو بوسط الفرن، بالوسط. هلأ بعد ما سويت السطح رح أحط حبة بندورة بعد ما شرحتها. هذا المكان رح نخصصه للصحن اللي فيه الفحمة بعدين، لأن بدنا الكباب ياخد نكهة المشوي على الفحم، ومنقطع بالطريقة اللي بدنا إياها. إذا هلأ بدخلها على الفرن، بحطها قريبة على الأسفل، درجة حرارة 200، بتاخد 45 دقيقة. وبعد ما بتطلع مباشرة بدنا منكون عم محمايين فحمة على البوتاغاز أو بالفرن تحت، لا محل ما منشوف النار. هيك دغري منشيل حبة البندورة وهي سخنة، منجيب صحن صغير بنحط فيه ملعقتين صغار زيت، ونجيب الفحمة اللي حميناها دغري منحطها بالزيت. بنكون محضرين ورقة ألمنيوم أو ورقة زبدة، وبسرعة منغطيها بصينية كمان مشان نحبس الدخنة تبع الفحمة. منخليهم شي 5 دقايق مغطاين مشان الكباب ياخد نكهة الفحمة. هلأ بدنا نحضر البيواز. عندي بصلتين قطعتهم جوانح، نص باقة بقدونس كمان غسلتها وقطعتها هيك بشكل متوسط، ملعقة من السماق وملعقة من دبس الرمان، رشة ملح، وعصرة حامض. منخلطهم. هذا البيواز كتير طيب مع الكباب. وكمان هلأ رح نحضر الخبزة أو المرقدة اللي رح نوزع الكباب عليها. نجيب إذا خبزة عربية عادي مندهنها بملعقة من دبس الفليفلة، وفينا كمان نضيف ملعقة من زيت الزيتون كمان، ومنوزع البيواز فوقهم.
وهلأ منشيل الفحمة ومنجيب قطع الكباب منرتبون فوق البيواز. إذن هاي قطع الكباب بتشهي ريحتها وقوامها طرية بشكل، يعني هون لية الخروف أو الدهنة ضرورية جدا بهاي الوصفة، هي اللي بتعطيها الطراوة وما بتطلع ناشفة. أكلة كتير شهية والكل رح يحبها. مو بس هيك، كمان مشبعة، يعني قطعة واحدة بتكفي شخص كبير مو طفل، لأنه لما ضفنا برغل، البرغل مو بس بيزيد القيمة الغذائية، كمان بخليها مشبعة وبيزيد من حجم اللحمة. وصفة كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. إذا حبيتوا فيديو اليوم بتمنى دعمكم أعزائي بلايك وتعليق. إلى اللقاء مع وصفات جديدة، وإن شاء الله ألف صحة وهنا مني، أنا هنا.